بالمقطع السابق قلت لكم مو هذا المنتخب المغربي اللي متعودين عليه ونشوفه دائما، لكن بهذا المقطع حاب اقول لكم هو هذا المنتخب المغربي اللي متعودين عليه ونشوفه دائما. هي هاي متعة اسود الاطلس. المنتخب المغربي يفوز 3-0 على منتخب زامبيا ويتأهل الى دور ال 16 في بطولة كأس افريقيا. حط لايك متابعة وتاخذ نسولف عن المباراة شوية. المدرب وليد الركراكي عرف كل زين شلون يتعامل ويا منتخب زامبيا. قال لك انا ما راح لا العب وياهم ضغط منخفض ولا على التحولات الهجوميه، انا راح احرمهم من الكره نهائيا. وفعلا هو هذا اللي صار. وليد الركراكي باول دقيقه من المباراه وهو يقدم ضغط عالي ومخلي منتخب زامبيا ما يعرفون يطلعون بالكره ومخليهم ما يعرفون يوصلون لمرمى المنتخب المغربي. قاطع عليهم المي والهواء وباقل من نصف ساعه قدر يسجل عليهم هدف. المنتخب المغربي حرم منتخب زامبيا من كل شيء حرفيا، سواء كان من ناحيه تسديدات فهم 0 تسديدات على مرمى ياسين بونو. ياسين بونو ما شفته غير كم مره خلال المباراه. ياسين بونو قال لك اعوف المباراه واقعد العب بيس احسن لي. ياسين بونو هو بثلاث مباراه طلع بكلين شيت، يعني ولا هدف في مرماه. كذلك الفرص والاستحواذ منتخب زامبيا ولا شيء. واما المنتخب المغربي يا عزيزي فهو 13 تسديده من داخل منطقه الجزاء وصنع 5 فرص تقريبا، والاستحواذ اكيد للمنتخب المغربي. وكان سلاحهم المفضل هو العرضيات وسجلوا من خلاله هدفين. اللاعب عبد الصمد الزلزولي لاعب ممتاز جدا ويقدم لك حلول خلال المباراه، وممتاز جدا سواء كان من ناحيه المراوغات او العرضيات، وهو اللي صنع الهدف الثاني لابراهيم دياز. وعلى طار ابراهيم دياز اتمنى من تشابي الونسو يشوفه بالمباراه. ابراهيم دياز افضل لاعب خلال المباراه الثلاثه اللي لعبهم، ولازم كل مباراه يخلي بصمته الخاصه ويسجل هدف. ابراهيم دياز بالملعب مراوغات وقطع كرات وتمريرات وانطلاقات. ابراهيم دياز ممتع، يقدم كل ما عنده للمنتخب المغربي. ومستر تشابي الونسو مخلي ليه احتياط ويلعبه وقت العازه. ابراهيم دياز يسجل الهدف الثاني وبهيج يصير عنده 3 اهداف وينافس على هداف البطوله مع رياض محرز وايوب الكعبي. وعلى طار ايوب الكعبي بس اريد احد يفهمني، هذا ايوب الكعبي لو كابتن ماجد بكل مباراه يخليه يصافن على الهدف اللي يسجله، هدف اجمل من هدف. ايوب الكعبي سجل هدفين خلال المباراه، بالشوط الاول يسجل هدف الراسيه ولا اروع، ويسجل الهدف الثاني من مقصيه خرافيه بمعنى